اسمع بقى يا راشد يا اخويا، يا ابن امي وابويا، انت تقدر تشتري بفلوسك اسكندريه بزيها، انما تبخ سمك في سوق بكوس ده مش هيحصل طول ما انا عايش على وش الدنيا. انا مش عارف كل حاجه بتاخدها على صدرك ليه بس يا اخويا. اهدى يا حاج مصطفى، سنك ما بقاش يتحمل العصبيه دي. ده بيزنس. موافق هتكسب وتكسبني، مش موافق مش موافق يا بني ادم افهم، ده عهد. رجعنا تاني لموضوع العهد وشغل الدروشه. امتى هتفوق من اللي انت فيه بقى وتبص حواليك وتفهم الدنيا ماشيه ازاي؟ انت اللي لازم تفوق. زمان بعت ورثك في ارض السوق، قلتها ورثي انا حر فيه، ودلوقتي ارض السوق كلها ملكي واني حر فيها. يعني ارض زي دي ممكن تجيب ملايين كل سنه، تسيبها البياعين بيدفعوا لك ملاليم ويا ريتك بتستنفع بالايجار. ده انت بتفرق عليهم وعلى غيرهم. اقول لك بلاش تبيع، شاركني بالارض في المشروع ده، واللي يطلع لك فرقه شحاته، اعمل ما بدلك فيه. يا راشد، انت شجرة اتشدت من جذورها وطلعت من طينها واتغرست في ارض تانية وكبرت واتغولت كمان، بس مستحيل يتمدلك جدر هنا تاني ابدا. والحل يا انكل راشد، كده المشروع كله هيتعطل وممكن نفقد ثقة الجماعة، وده ليه تأثير وحش على شغلنا معاهم. قلت لك 100 مرة انكل دي في البيت. انت هنا مش جوز بنتي، انت مدير المؤسسة بتاعتي، فاهم يا فتحي؟ فاهم يا يا راشد بيه، انما ليه تعب نفسك قوي كده مع الحاج مصطفى؟ المسألة ابسط بكتير ومش محتاجة وجع القلب ده. فتحي خد بالك، مصطفى ده يبقى اخويا مهما كان، ومستحيل ايدي تتمد عليه بأذى. البيزنس مفهوش مستحيل، دي مصالح ناس ولازم هتتحقق، بينا من غيرنا هتتحقق، يبقى بينا ونستفيد. انت بنفسك قلت كده كتير يا راشد بيه. وافرض مصطفى بعد عن طريقنا، تفتكر المشكلة اتحلت؟ ابدا، ما كل شيء هيروح لعلي ابنه، ويا عالم هنلاقي مفاتيح لدماغه بعد قد ايه وازاي. علي ربنا يجيبه بالسلامة من لندن، يا عالم بقى هيرجع ولا لا، واذا رجع تفتكر هيقدر يقف قصادنا؟ يا فتحي، على قد ما انا محتاج لك على قد ما انا خايف منك. ايدك بتقوى وبتطول يوم عن يوم، ويا خوفي لا ايدك توصل رقبتي. راشد بيه، رحت فين؟ لندن. يا ترى علي اخد الدكتوراه ولا لسه؟ العظمة باين عليها كبرت يا جدي، وخايف لنخ تحت حمل عهدك. راشد مش سايبني في حالي وما اقدرش اسوقك فيه. احنا الاتنين مهما كان منك ولك. انت فين يا علي يا ابني؟ تعال بقى وشيل عن كتافي. ايه كليت يا مصطفى؟ مين اللي بيكلمني؟ عين البصر ما توصلش للي بتشوفه عين البصيرة. أبصر بقلبك ترى ما لا يرى للناظرين. انت أيوة يا مصطفى، أنا هو جدك عبد الرحمن أبو جراد. ايوه يا جدي، من قد ايه واني نفسي اشوفك واترمي في حضنك. خدني في حضنك يا جدي. لا ليه؟ انت زعلان مني؟ ده انا بحبك يا جدي. وأنا كمان بحبك، بس الأوان لسه مجاش. قولي إيه اللي مزعلك؟ الحمل تقيل قوي. الحمل على قد عزم الحمال بتكون الأحمال. اجمد فات كتير. يعني ايه؟ هانت يا مصطفى، هانت يا حبيبي. وتاخدني في حضنك يا جدي.
انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ مصطفى، حاج مصطفى. هسمع الكلام، هسمع. مين؟ سيد؟ ايوه سيدي حاج، اول ما سمعت انك دخلت الجامع وقصدت الاوضه اللي فيها مقام جدك الله يرحمه، قلبي توغوش عليك يا صاحبي. من القلب واللي فيه يا سيد. الوجع زاد عن طاقتي. وجع ايه كفل الشر، انفض عن كتافك، فضفض يا حاج. أقول إيه وعيد إيه يا سيد؟ ما الوجيعة مني والجرح فيا. قصدك راشد بيه اخوك؟ هديك قلتها، أخويا. خايف لا تيجي عليا ساعة نخ فيها والعقد ينفرط بين صابعي. يا حاج، اللي زيك مستحيل ينخ مهما زاد عليه الحمل. على قد عزم الحمال بتكون الأحمال. اجمد، فاتك كتير. بتقول إيه يا سيد؟ بقول لك هانت يا مصطفى، علي ابنك لقى موبايلك مقفول، قام اتصل بيا. علي ابني؟ الدكتور علي يا حاج، وبيقول لك يومين بالكتير وهيكون قدامك. يا دي علي اللي طلع لنا في البخت. جرايه توحه. الله، مالك يا صبري؟ وحد داسلك على طرف؟ انتي عماله تقولي لي علي راجع علي راجع، وابوك يا عم سيد حلاله زي ما يكون ماسك جرس وبيبشر اهل السلطنه برجوع ابن السلطان. فضيها سيره بقى وخلينا نشوف اكل عيشنا، بلا ابو جرانه بلا ابو زيد الهلالي. ايوه جاي. اكل عيشنا اهم بنت عمتي. ويا ترى علي، قصدي الدكتور علي، يعني هيعمل زي ما بنشوف في الافلام، ونلاقيه داخل علينا السوق وسحب وراه خواجايه، ولا هيتجوز من هنا؟ الله، مالك يا بنت يا توحه؟ اتجوز ولا يعمل مبادئ؟ ده دكتور في الجامعه. يا ترى هتفتكرني يا علي لما تشوفني؟ توحه يا توحه. ايوه يابا. اعملي قهوه عمك الحاج مصطفى وخلي صبري يجيبها له بسرعه. ابا، انت رايح المطار بكره مع الحاج مصطفى؟ مش عارف لسه يا توحه، الصحه ما بقتش مساعده يا بنتي. خير؟ يا خساره، اصل كان نفسي نيجي معاكم المطار ونستقبلوه. يا ده قوي كده يا توحه. هو ايه اللي زي ده يا صبري؟ 2 قهوه ومعاهم كوبايه شاي مر. هو الدكتور علي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا دكتور، الحمد لله على السلامه. صلاه النبي يرضي النبي، متحف عينك يا قلبي، وصل على النبي. متشكرين يا رجاله، متشكرين يا سيد، نجاملكم في الافراح ان شاء الله. ايه الناس دي كلها يا حاج؟ باكوس بقت زحمه قوي، خانقه. زحمة ايه يا دكتور؟ ده احنا في ايام مدارس ونص الخلق كانين في بيوتهم. الحمد لله على سلامة علي يا حاج مصطفى. ايوه نقصد الدكتور علي. وسع يا جدع وسع. بالراحه شويه على الناس دول، اهل حتتهم وفرحانين برجوعه ليهم بالسلامه. والله يا حاج، والله ولولا الملامة لكنت اجيب مزيكة القرب واعمل للدكتور زفة اسكندراني على حق. ايوه، وتديها شغل ابو احمدات الاصلي يا راجل يا عجوز. هي العربيه ما دخلتش بينا ليه لحد البيت يا حاج؟ البياعين في السوق كتروا وما بقاش ينفع ندخلوا بالعربيه. ما تبقى لك 8 سنين غايب ودول عمر تاني يا ابني. الحمد لله على السلامه يا سعالي. يقطعني، قصدي يا دكتور علي. الله يسلمك يا توحه. أني توحه ايه، مش فاكرني؟ توحه. توحه بنت عمك السيد حلاله. ايوه اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. تعالي هنا يا توحه. الله، انت بتشدني كده ليه؟ ايه اللي موقفك وسط الرجاله كده؟ ما تسيب دراعي بقول لك. ايوه وجعتني. ماشي يا توحه، نخلص بس من الهوجه دي وبعد كده يحلها الحلال. اي بقول لك سيب دراعي، سيب دراعي يا صبري. ناقص يا اخويا تديك بالقلم على وشك وسط الرجاله. بقطعه، انت بتطلعي من انهي جحر؟ ايوه عليك. هو انا علشان بودك وخايفه لا تضيع عمرك ورا النحنوحه دي توترني بالشكل ده؟ ايوه اياك يا بقى تزودي في الكلام، لا اقطع خبرك. انت فاهمه؟ فاهمه. على راي المثل اللي بيقول
سيب حبيبك على هواه، بكرة ديله يجي على قفاه. خير يا راشد بيه؟ مش عارف يا فتحي، خير ولا شر؟ ايه اللي حصل؟ قلقتني. علي رجع من حوالي نص ساعة. علي؟ ولحقت تعرف بالسرعة دي؟ امال نايم على وداني؟ عايزك تتابع كل صغيرة وكبيرة بتحصل في باكوس. حاضر. ركز يا فتحي، الأيام الجاية مهمة جدا وما تتحملش أي تهاون أو تهور. ده رقم موبايل سجله عندك. ده رقم مين يا راشد بيه؟ اللي هيساعدك وينقلك كل الأخبار اللي بتحصل في سوق باكوس. نورت بيتك يا علي يا ابني. شكرا يا حاج، شكرا. الو. طب يلا مقصوفة الرقبة بسرعة شوية. مالك يا سيد؟ مش على بعضك ليه؟ اني لا يا حاج، من فرحتي برجوع الدكتور. وانت لسه بتشتغل قهواجي يا معلم سيد؟ عمك سيد حلاله اخ واكتر من شقيق. هو المعلم سيد بيبات معاك ولا ايه يا حاج؟ ايه؟ مين ده يا ابني اللي بيبات معايا؟ اتأخرت كده ليه؟ زمانهم هيموتوا بالجوع. ايوه، هو انا اقوى من النار يابا. ليه التعب ده بس يا توحة؟ ما يجيش من بعد خيرك يا حاج. يلا بسم الله يا دكتور، على ما أقسم. لا معلش، انا تعبان وعاوز انام. الله، مالك يا توحة؟ قلبه وشك ليه؟ في ايه يا بت؟ ولا حاجة يابا، ولا حاجة. أنا رايحة القهوة نشوف أكل عيش نحسن. وماله؟ تلاقي صبر هيطقع عشان سايبينه لوحده طول النهار. ما هو علي برضه عاشر الخواجات سنين طويلة، ولا تلاقيه جاي من السفر تعبان وعاوز يرتاح. الدكتور علي يابا، علي ده كان زمان، باين قوي إنه اتغير، بقى حاجة تانية يا عم السيد، حاجة تانية خالص.